السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي مطبخ الأطلسية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. جبت لكم لاصوص طوماط خطيره، لا في الشكل لا في المذاق. صراحه البيتزا و الحريره تجي رائع، مكون خطير. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا طريقه التحضير. انا هنا خديت طماطم، الاحسن تكون حمراء ولا غير تكون هكا اللون ديالها كتكون شويه ناقصه شويه في الثمن، ماشي ديك الحمراء بزاف. كناخذوا حبه ديال البربه، هذا هو سر النجاح ديالها. صراحه كتجي حمراء بحال احسن من انها تاخذوها جاهزه وكطيح بثمن اقل. من بعد ما غسلتهم واستقطرتهم، هنا غادي نقطع الطماطم قطع صغيره ودرتها في طنجره الضغط شويه ديال البربه تقريبا نص. من بعد تنطحنهم، من بعد ما تيطيبوا لنا تنطحنهم وتنصفيهم شي صفايه بحال هذا الشكل هذا. صراحه طريقه سهله وجد مبسطه، خصوصا الا كنتم اول مره غتصايبوها تنجح معكم من اول مره. من بعد ما كنصفيها تنحيدو منها ديك القشره والزلاله ديالها، كنردوها الطبخ شويه على نار متوسطه كما كنحصلوا عليها. من بعد ما كطبخ شويه تنضيفوا شويه ديال التوابل، شويه ديال الملح، زيت الزيتون من الاحسن، شويه ديال الخرقوم وشويه ديال الزنجبيل وشويه ديال الفلفل الاحمر اذا كان. انا هنا ضفت الفلفل الاحمر بكثره باش غير شويه، حيت كان عندي هنا لاصوص ديالي حمراء كما كتلاحظوا. ما كنحتاجش انني نزيد الفلفل الاحمر بزاف. كما قلت لكم هذا اللون ديال البربه يعطي واحد اللون خطير. من بعد ما كتغلى كنقادها في قريه بحال هكا. بالنسبه للتقييم يبغى يخليهم مده اطول، كنعمروا القراعي وكنديروهم في طنجره ديال الضغط فيها الماء، كنقلبوا ليهم الراس في تيشاكس معكم هذه الطريقه، وكتخليهم يغلوا تقريبا واحد 5 دقائق 10 دقائق، وكيبقوا مده اطول. ديروهم في الثلاجه. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. كما كتلاحظوا الصلصه ديالنا جاهزه، صالحه للبيتزا. الخبيزات كنعمروهم وندير فيهم لاصوص الحريره. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والعائله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله.